في الدرس ده هقولك ازاي تحرك الصور الثابتة من خلال ادوبي بريمير برو، والميزة انه بدون اي اضافات خارجية. اهلا بيكم يا شباب، معاكم بيتر شكري. والنهارده زي ما شفنا في المقدمة انا جاي اتكلم معاكم على تحريك الصور الثابتة علشان نضيف لها حياة. بدل ما تحركها بالبوزيشن بقى والسكيل والحاجات اللي احنا متعودين عليها، لا تعالى ضيف للصورة بتاعتك حياة كده وخليها تتحرك كأنها 3D. فبدون كلام كتير انا هبتدي معاكم على طول، بس عايز اكد عليكم ان اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. وجهز المشروب بتاعك ويلا بينا نبتدي على طول مع بعض. طبعا كل اللي انا هعمله ان انا هستعين شويه بالفوتوشوب يا شباب، وما تخافش خالص من موضوع الفوتوشوب. انا هقول لك ازاي نقدر نتعامل معاه بمنتهى السهوله للناس اللي مش بتعرف تتعامل بالفوتوشوب. وطبعا تقدر تفصل بقى الباك جراوند والاشخاص دي باي برنامج عندك، مش لازم فوتوشوب يعني، ولكن خلينا نستخدم فوتوشوب لانه الاشهر يعني واللي موجود عند كل الناس. طيب خليني ابتدي ان انا افتح فايل كده من فوق واقول له نيو، وهاجي هنا كده هختار الابعاد بتاعتي اللي هي 1920 في 1080 اللي هي ابعاد الفيديوهات اللي احنا بنشتغل عليها. وعايز اقول لك لو ما لقيتش الابعاد دي موجوده في الريسنت، تقدر تدخل على فيلم اند فيديو من هنا كده وتختار من هنا 1920 في 1080، فهتفتح معاك بالمنظر اللي انت شايفه قدامك. بعد كده هتجيب الصور بقى اللي انت عايزها بتاعتك كلها من بره عادي جدا. ادي الفوتوز اهي. وعايز اقول لكم برضو ان كل الداتا اللي انا بشتغل عليها هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف او في الديسكربشن علشان تطبقوا معايا وانا بشرح الدرس بتاعي. طيب تعالوا نشوف مثلا صوره زي كده. لو انا سحبتها كده، انا كنت ظابطها على الابعاد العاديه اللي هي 1920 في 1080. لو لقيتها صغيره تقدر تكبرها، لو لقيتها كبيره تقدر تصغرها، المهم ان انت تظبطها على نفس الابعاد دي. انا عندي هنا كده الباك جراوند دي مش محتاجها، دي الباك جراوند بتاع الفوتوشوب العاديه. انا محتاج بس الصوره بتاعتي، وخلينا نحولها كده للاير عادي جدا اهو. هنخليها لاير زي ما احنا شايفين كده. طيب حلو جدا. انا دلوقتي عايز بقى يعني افصل بقى الشخص ده عن الباك جراوند، عايز اخلي الباك جراوند لوحدها والشخص ده لوحده. بصوا السهوله هنا. هبتدي ان انا اختار الاداه بتاعه الاوبجكت سيلكشن تول دي، وهبتدي ان انا اعمل سيلكت على الشخص بضغطه زرار كده. عمل لي سيلكت على الشخص على طول اهو، بس ما خدش الكاميرا معاه. فلو عايز تاخد الكاميرا هتدوس شيفت كده، وهتيجي تعمل برضو سيلكت على الكاميرا بتاعتك بالمنظر ده. يبقى انت كده اخدت الكاميرا، ولو في حاجه هنا ما اتضافتش معاك تقدر ان انت تعمل سيلكت عليها. باي حاجه عايز تاخدها تقدر تعمل عليها سيلكت بالمنظر ده. لو انا بعدت الماوس كده هتلاقي ان هو عامل سيلكت على كل حاجه بالكاميرا بكل حاجه موجوده عندي. طيب انا دلوقتي عايز بقى افصل الشخص دوت. بصوا برضو السهوله والبساطه هنا. لو انت دوست على كوماند جي او كنترول جي هيبتدي يطلع لك الشخص لوحده فوق اهو، وتيجي تقفل الباك جراوند هتلاقي الشخص اتفصل. طيب حلو جدا. انا هقفل بقى الشخص ده بالمنظر ده، وهبتدي بقى اعمل سيلكت عليه مره تاني علشان بقى اشيله من الباك جراوند نفسها، واعمل سيلكت برضو على الكاميرا بالمنظر ده. وهنا عايز اقول لك ان انت ما تعملش سيلكت على شخص بالظبط كده علشان الحواف بتاعته ما تبانش. لا احنا هنوسع السيلكشن شويه. اوسع السيلكشن بتاعه ازاي؟ بعد ما عملت سيلكت كده، كل اللي انت هتعمله ان انت هتطلع على كلمه سيلكت من فوق، وهتيجي تدوس على موديفاي كده وتقول له كده اكسباند، وهنوسع شويه السيلكشن بتاعنا. انا كنت عامله 50، اعمله 50 60 زي ما انت عايز. هنبتدي ان احنا نعمل كده. انا وسعت السيلكشن بتاعي بالمنظر ده. بعد كده هدوس على ايديت هنا كده وهقول له كونتنت اوير فيل علشان يلغي الشخص دوت. فهيلغيه بالمنظر اللي انت شايفه قدامك، وابتدي ان انا ادوس اوكي بالمنظر ده. طيب انا كده عندي طبعا لو لقينا الحواف باينه احنا ما عندناش مشكله، ده اصلا الشخص هيبقى موجود على الباك جراوند عادي جدا يعني، فما تقلقش من النقطه دي. لو انا ضفت الشخص بيتضاف، لو انا شلته كده بيتشال عندي. وهنا كده ممكن تعمل سيلكت على الاثنين دول كده وتقول له كونفيرت تو سمارت اوبجكت. انا عايزه سمارت اوبجكت علشان يبقى تو لاير بس، عشان ما يلخبطنيش بعد كده في البريمير وانا شغال. وعندي كده انا عندي كده الشخص وعندي الباك جراوند. خلص الموضوع خالص بالنسبه لي. تعال اقول لك بقى هنبتدي نطلع كده فوق على فايل ونقول له كده سيف از. وليه سيف از؟ علشان انا هطلعها فوتوشوب، هطلعها بي اس دي. انا كده مجهز صوره عندي علشان الدرس بتاعنا ما يطولش. كنت عامل صوره قبل كده بس انا جهزت معاكم الصوره دي عشان اقول لكم بس الطريقه شكلها ايه. هنيجي هنا كده هنعمل دي، هنسميها مثلا رقم 2 اهي. خلينا نسميها رقم 2 بالشكل ده، ولازم تكون بي اس دي. هقول لك ليه لازم تكون بي اس دي. بعد كده مهمه الفوتوشوب خلاص انتهت. نقفل الفوتوشوب او ننزله كده، خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي. هاجي على ادوبي بريمير برو. تعالى بقى شوف السهوله اللي هتحصل دلوقتي. كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوس 2 كليك كده، وهتجيب مثلا رقم 1 هنا، هي تقريبا لسه بتتعمل. طيب خلينا نختار كده رقم 2 مثلا من هنا،
ونطبق عليها. لو جيت اخترت اللاير بتاع او البي اس دي، فايل البي اس دي، طبعا ليه قلت لك بي اس دي؟ علشان هنا بيقول لك ميرج اول لاير. لا انا مش عايز ميرج اول لاير وانا بعمل امبورت، انا عايزه انديفيدوال، يعني عايز كل لاير مستقل بذاته. هبتدي ادوس على ان كل لاير مستقل بذاته بالمنظر ده وادوس اوكي، هيديني فولدر كده. لو دوست عليها هتلاقي دي الباك جراوند ودي الصوره بتاعتي، كل واحده لوحدها اهي. هبتدي اسحب الباك جراوند احطها من تحت، وهبتدي اسحب عليها برضو الشخص ده واحطه من فوق كده. انا ركبتهم على بعض عادي جدا. طيب بعد كده كل اللي انت هتعمله، طبعا الشخص ده تقدر تحركه بقى من مكانه هنا، تقدر يعني خلاص بقى انت لغيت مكانه خالص، فعادي جدا. لو انت عايز تخليه في مكانه خليه في مكانه عادي جدا. تعال شوف بقى الماجيك اللي هيحصل دلوقتي لو انت عايز تعمل حركه كده. هنيجي هنا كده على الشخص نفسه وهنحط سكيل، وهنيجي على الباك جراوند وبرده هنحط سكيل، تمام. وهنيجي على الاخر هنا كده. بص بقى الشخص ده بدل ما هو كان 100% هنخليه مثلا، بس خلي بالك هنا علشان تدخل على حته معينه في الشخص دوت هنيجي ندوس على الموشن هنا، ونبتدي نختار الانكر بوينت بتاعتنا دي نحطها مثلا عند مناخيره عشان لما يعمل زوم يعمل زوم في المنطقه دي. وهبتدي بدل ما هو كان 100 هخليه مثلا 120، ولا كتير 120؟ لا كويسه 120 اهي. وخلي بالك برضو ممكن تعمل في البوزيشن، يعني ممكن نحط كده كي فريم عند البوزيشن ونبتدي ننزله شويه، بس خلينا نحط كي فريم في البدايه برضو عند البوزيشن علشان لما يدخل زوم كده نبقى بننزله تحت عشان الهيدروم بتاعه او راسه ما تبقاش فوق قوي كده. طيب يبقى انا كده لما عملت زوم على الشخص دوت عمل زوم بالمنظر ده. هنعمل بقى العكس، انا دخلت زوم ان او عملت سكيل ان على الشخص، هعمل العكس في الباك جراوند. الباك جراوند هتبتدي عندي بالسكيل بتاعي يكون كبير وتنتهي بال100% اللي هي العاديه اهي. يبقى هاجي على نهايه الباك جراوند بتاعتي هخليها 100%، بس في البدايه هخليها مثلا 120 اهي. يبقى بيعملوا حركه عكسيه، بصوا كده. فهتلاقي انه الشخص بيطلع لقدام والباك جراوند بترجع لورا. شايفين الفكره بقى اهو بمنتهى السهوله. طيب انت حبيت تحرك الشخص ده تجيبه مثلا في اليمين ولا تجيبه في الشمال عادي جدا، بس مش هحركه دلوقتي من البوزيشن، هحركه من الانكر بوينت كده، خليه مثلا في الجنب ده او في الجنب ده زي ما انت عايز اهو. نخليه مثلا هنا، نحركه كده شويه. انت كده خلصت المهمه بتاعتك اهو. الباك جراوند بتطلع عندي او بترجع لورا والشخص بيطلع لقدام. طيب انا عايز بقى اكتب الكلمه بتاعتي واخليها زي ما انت شفتوا كده. بس قبل ما ابتدي اكتب الكلمه كمان انا ممكن اضيف حياه هنا كده للفيديوهات بتاعتي او للصوره بتاعتي دي. تعالوا ندوس كده 2 كليك وندخل في الفوتوس. انا جايب لك شويه بارتيكل كده بتلعب على الشاشه علشان تضيف لك فكره الحياه اللي موجوده دي. هنبتدي نضيف دي هنا كده على الفيديوهات بتاعتنا او الصور. انا من كتر ما الصوره بتتحرك فاكرها فيديو بتلخبط فيها. خلينا بس نشيل الحته البيضاء اللي في البدايه دي. انا هنقص كده البارتيكل دي او الحاجات اللي بتعمل انيميشن في الشاشه دي لغايه المنطقه دي ونبتدي نسحبها كده. طيب حلو لغايه المنطقه دي كده ونقص عادي جدا. طيب انا عايز الكلام ده يتطبق على الفيديو بتاعي، فهاجي على الافكت كنترولز من هنا وهاجي على البلند مود وهقول له بدل ما هي نورمال خليها سكرين، فهتبتدي تطبق على الصوره بتاعتي بالشكل ده. طبعا ممكن عندي الاوباستي نخففها شويه، انا كنت مخليها مثلا 30 اهو بحيث انها تبقى باينه انها بتتحرك، الحاجات بتلعب في الشاشه او بتتحرك كده، وفي نفس الوقت ما تبقاش مغطيه على الشاشه. عايز تكترها شويه ممكن تخليها مثلا 40 تدي لك التاثير بتاعها اكتر اهو. تمام. بعد كده احط كمان الالوان دي معاك بتدي شكل جميل جدا اهو. وبرده هنعمل نفس الكلام، هندخل في الافكت كنترولز وهندخل على البلند مود وهندخل كده على السكرين برده، بس طبعا هنخففها هنخليها مثلا 30 بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. بص كده انا ضفت حياة جامدة جدا للصور بتاعتي والموضوع بسيط وسهل جدا. طيب انا برضو كنت مجهز التكست، وعايز اقول لك انك يعني دايما جهز الداتا بتاعتك علشان ما تاخدش وقت وانت شغال. التجهيز الحاجات دي يعني بيكون بيسهل عليك الشغل. فخلينا ناخد الجملة دي مثلا اهو ذا صن، مثلا كلمة ذا صن دي، ونبتدي نعمل تكست. خلينا ممكن نعمل التكست هنا عادي جدا. لو جيت هنا كده بالتي وابتديت ان انا اكتب تكست عادي جدا اهو بالشكل ده. عايز تعمله على 2 لاير علشان في ناس بتحب تشتغل على 2 لاير وفي ناس بتشتغل على لاير واحد او على تراك واحد، يعني زي ما انت عايز. خلينا نشتغل الناس البسيطه اللي ممكن تعمله على 2 لاير. لو انا جيت دوست كده في حته فاضيه هبتدي ان انا اعمل تكست جديد بالجمله الجديده علشان في ناس بتتلخبط لما نعمل في نفس اللاير بتاعنا. طيب هبتدي ان انا اعمل كده وابتدي برضو التي هنا وابتدي ان انا اعمل الجمله الجديده بالشكل ده واحطها كده من تحت. يبقى انا عملت الجملتين فوق بعض بالمنظر ده. بعد كده تعالى بقى حط دي تحت دي زي ما انت عايز اهو. طبعا ممكن نختار الفونت بقى اللي احنا عايزينه. تعالى اقول لكم الفونت اللي انا كنت مستخدمه اهو. فخليني برضو ايه علشان الناس تقول لك ما طلعش زي ما انت كنت عامل اهو. خليني ده الفونت اللي انا كنت مستخدمه اهو، وكنت عامل لونه باللون البرتقاني كده علشان يبقى مختلف عن كلمة الكلمة اللي موجودة تحت.
او باللون الاصفر، يعني زي ما انت عايز بقى، رتب الدنيا زي ما انت عايز اهو، برتقاني. بعد كده هنيجي برضو على الكلمة التانية دي، وهنخليها برضو طبعا مش باين قوي، تعالوا نغير برضو اللون بتاعه. هنيجي كده ونعمل ايه في الفيفوريت، هنخلي الكلام ده بالشكل اللي انت شايفه قدامك. وتعالوا نصغر شوية الكلمة دي، مثلا نخليها 80، ونخلي دي برضو 80، مش 100، خلينا نخليها 80 كده. طيب حلو جدا. طبعا بنوسطن الكلام ده عادي جدا، وبعد كده بنعمله نست. وهنا برضو خلينا نضيف شادو، بس خلينا نغير شوية اللون عشان يبقى يعني باين عندنا مثلا بالمنظر ده. نفتحه كده شوية اهو، ماشي. وبعد كده ممكن اعمل له كمان دروب شادو، يعني لو نزلت كده في التكست نفسه بتاع ذا صن ده، هبتدي ان انا اعمل دروب شادو هنا عشان يبان. وهبتدي برضو على الكلمة دي is shining today، هبتدي ان انا احط لها برضو شادو بالمنظر ده. وتعالوا نوسطن بقى الكلمة دي هنا كده. بصوا اللي انا كنت عامله بقى، ان كنت بخلي الكلمه دي مثلا تكبر والكلمه دي تصغر. طب هعمل ده ازاي؟ برضو بمنتهى البساطه، هبتدي ان انا ادوس على مثلا الفيكتور موشن او الموشن، تمام. ففيكتور موشن مثلا، وابتدي ان انا اخد الانكر بوينت بتاعتي احطها في النص هنا عند الكلمه دي كده، واخليها في البدايه تكون كبيره، مثلا بدل ما هي 80 هنخليها 100 اهو. وبعد كده احط لها كي فريم عند السكيل، وهبتدي اجي في الاخر كده واخليها بدل ما هي 100 خليها 80. وهعمل العكس مع الكلمه اللي تحت، طبعا بنشد كده الكي فريم ده على الاخر، وبنشد الكي فريم ده على الاخر. طيب حلو جدا. هعمل العكس بقى مع الكلمه اللي تحت، بس هاجي برضو في الفيكتور بتاعها كده فيكتور موشن، وابتدي ان انا اخد الانكر بوينت بتاعتها واحطها كده في النص. ليه في النص؟ علشان الكلمه يعني لما تعمل زوم ان وزوم اوت تعمل من النص. فهبتدي ان انا احطها كده في النص بالمنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وهي هنا كانت 80، تمام. انا هبتديها بيت 80 لان انا ابتديت اللي فوق كبيره. هحط برضو عند السكيل، وهاجي في الاخر كده واخليها بدل ما هي 80 اخليها 100، علشان دي تبقى عكس دي، يعني واحده بتكبر وواحده بتصغر، زي ما انا عملت في الشخص وفي الباك جراوند. فبصوا كده لما اجي اعمل كده، بصوا حلو جدا. انا بقى عايز انقل الكلمتين دول في الجنب اليمين هنا. سهل جدا، تعالى اعمل كده للاثنين دول نست، كليك يمين واعمل نست هنا كده، الاثنين بقيوا في لاير واحد اهو. بعد كده امسك الكلام ده وحطه في اي مكان انت عايزه اهو. يبقى انت عملت احلى حركه عندك بمنتهى السهوله. طيب هنا لاحظت ان الكلمه مثلا مش متوسطنه قوي، فممكن تدخل جوه هنا كده وتيجي على ذا صن وتبتدي مش هينفع بقى، لا عادي، هنا مش عاملين بوزيشن، عادي جدا ممكن نحطها كده بالمنظر ده. يبقى انا وسطنتها من جوه. لما اطلع كده بره هتلاقي ان الكلمه بتاعتك مكتوبه عادي جدا اهو، بتصغر وتكبر عادي جدا. طيب بالنسبه للحركه اللي كانت حاصله في المقدمه كده، انه كل حاجه بتيجي يعني بشكل معين، بنعملها ازاي؟ وبعد كده بتقدر تركب بقى كل حاجه على بعض عادي جدا. انا مثلا الكلمه دي عايزها تطلع يعني تدخل من الشمال لليمين، فهبتدي على الكلمه نفسها كده بعد ما عملت لها نست. طبعا هبتدي ان انا ايه يعني بعد 10 فريمات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هخليها تدخل في المكان ده. فانا هاجي هنا كده واحط بوزيشن، يبقى ده مكانها اللي هتدخل فيه، بس في البدايه هتكون بره. انا عملت ايه كده اهو، فلما نعمل كده هتلاقيها دخلت من بره اهو، تمام. البدايه الكلمه بتاعتي كانت بره. طيب ونفس الكلام هنعمله برده في الصوره وفي الباك جراوند. تعال نشوف مثلا فين الصوره. ادي الصوره بتاعتنا بتاعت الشخص نفسه، لو انا قفلت العلامه بتاعت العين دي اهو الشخص ده نفسه موجود هنا. طيب خليني اعمل كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ده هيكون مكانه دلوقتي. فهبتدي احط بقى عند الشخص دوت عنده عند السكيل بتاع هنا في السكيل انا كنت لاعب فيه. طيب يبقى لازم نعمل نست برضو. يبقى هبتدي ان انا اعمل كده اهو، هخليه في النست، وهاجي هنا كده احط السكيل ده. السكيل بتاعي هيكون هنا بعد ما يدخل، ولكن قبل ما يدخل هيكون فين؟ هيكون بره. 1 2 3 4 لغايه بدايه الفيديوهات بتاعتي او بدايه الصور بتاعتي، الشخص ده هيكون بره بالمنظر ده. يبقى تعالوا نشوف كده، الشخص ده دخل من بره لجوه والكلمه دخلت من بره لجوه، بصوا اهو. طيب ناقص بقى الباك جراوند. الباك جراوند هنا كده برضو لو انا عديت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وانا بشتغل بمنتهى البساطه علشان كل الناس تكون فاهمه اللي احنا بنعمله اهو. هبتدي هنا كده في الباك جراوند دي هخليها يعني هحط كي فريم عند البوزيشن، تمام. ولكن في البدايه الباك جراوند هتكون فين؟ هتكون تحت، هتكون كده. بس عندي مشكله هنا انه الحاجات اللي انا عاملها دي ظاهره معايا، فخلينا نخليها تظهر بعد 10 فريمات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وابتدي اروح ساحب دول كده واخليهم يبتدوا معايا من بدايه ما كل حاجه تجهز. يبقى انا عندي الشاشه هتكون سودة وكل حاجه هتتكون، بصوا كده بمنتهى البساطه اهو.
ونيجي هنا كده نقصر الكلام ده. يبقى احنا عملنا احلى شكل. عايز تحط بقى السينما سكوب بتاعتك، حط سينما سكوب واعمل هنا كده نست برضو، علشان الناس اللي بتقول يعني هتقول لي الدرس مختلف او الشريطين السود دول بيتعملوا ازاي. الموضوع بسيط جدا. كل اللي انت هتعمله هتيجي هنا كده وتدوس كليك يمين وتقول له نيو ايتم، وتيجي تقول له كده ادجستمنت لاير فين، ادي ادجستمنت لاير اهي، وابتدي ان انا اعمل 1920 في 1080 وابتدي اسحب الادجستمنت لاير من فوق كده. وبعد كده هدخل على الافكتس من هنا وهكتب كروب مثلا، تمام بالمنظر ده، واحط الكروب دي على الادجستمنت لاير وابتدي ان انا اعملها من فوق مثلا 12 ومن تحت 12. يبقى انا عملت سكوب اهو. طيب المشكله دلوقتي ان الشخص دوت طلع لفوق كده قوي، فانا ممكن اجي على كل الحاجات اللي موجوده دي اهي وابتدي اعمل لها برضو نست كده اهو، وابتدي بقى على كل حاجه ابتدي ان انا اسحبها تحت كده شويه اهو. يبقى انا برضو عملت السكوب وعملت كل حاجه بمنتهى البساطه، كل حاجه بتتكون وزي ما انتم شايفين كده. واكبر الشاشه كده وتعالوا نشوف بقى دي النتيجه النهائيه اللي ظهرت عندنا بالمنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده بمنتهى الاحتراف يا شباب. بتمنى الدرس ده يكون عجبكم يا شباب. لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو ونشير الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وبتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوز الجديده. شكرا لكم واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير برو.